الأستاذ الدكتور وجدي زيد أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمستشار الثقافي المصري السابق في تركيا، من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1951. التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1974 وتفوق فيها، وكان أول دفعته، فعين معيدا بها بقسم اللغة الإنجليزية. دكتور وجدي حصل على درجة الماجستير الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم الدكتوراه من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. عين ملحقا ثقافيا لمصر في أمريكا لمدة 3 سنوات، ثم مستشارا ثقافيا في جامعة جورجيا أتلانتا بأمريكا أيضا. وبعد عودته من أمريكا عين مديرا لمركز اللغات والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة. تم اختياره مرة أخرى مستشارا ثقافيا لمصر في تركيا، وكان أول مستشارا ثقافيا لمصر في تركيا، وقام بتأسيس المركز الثقافي المصري في اسطنبول. وحرص دكتور وجدي خلال فترة عمله في تركيا على أن ينقل لمصر التجربة التركية الناجحة في التعليم من خلال عقد اتفاقيات علمية. دكتور وجدي زيد أدى واجبه تجاه بلده، سواء من خلال المناصب التي تولاها داخل مصر أو التي مثل فيها بلده على المستوى الدولي، وكان مثلا مشرفا لما ينبغي أن يكون عليه المواطن المصري، ونحن نقدمه في هذه الحلقة كنموذج محترم ومثل أعلى لشباب مصر. حقا إنه مصري. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج أنا مصري وقناة الفراعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج. ضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور وجدي زيد، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة والمستشار الثقافي المصري السابق بتركيا. دكتور وجدي، سيادتك منورنا ومشرفنا. يا أهلا وسهلا. من أعماق الريف المصري بيلا كفر الشيخ إلى الملحق الثقافي المصري في أمريكا، ثم مدير المركز الثقافي المصري بتركيا والمستشار الثقافي أيضا ومؤسس المركز. ده حصل إزاي يا دكتور وجدي؟ دي رحلة طويلة. يعني أنت أوجزت سنين طويلة في عبارة بسيطة فيها كتير من الأحلام وكتير من الشغل وكتير من الصبر وكتير من المعوقات، لكن الحمد لله يعني ربنا أكرمنا في الآخر إن هو في النهاية، يعني أنت أو مش في النهاية، في منتصف يعني في العمر اللي أنت تتخيل إن أنت حققت اللي أنت عاوزه لنفسك ولبلدك. يعني تحقق بشكل أو آخر. طبعا ما كنتش راضي عنه وما كنتش راضي تقريبا، يعني إذا بصيت لحياتي تقريبا أنا ما أظنش إنه، يعني لو حكمت عليها ما أظنش إنها ناجحة خالص. أنت شايف إن هي مش ناجحة؟ لا طبعا. يعني انك انت تبقى استاذ متميز للادب الانجليزي في جامعه القاهره، انك انت تبقى مدير للمركز اللغات والترجمه بجامعه القاهره، انك انت تبقى ملحق ثقافي لمصر في امريكا وتمثل بلدك، انك انت تبقى استاذ زائر بجامعه جورجيا في امريكا ومستشار ثقافي ايضا، انك انت تبقى كاتب لك كتاباتك. انت شايف ان هي مش ناجحه؟ شايف ان انت متشرد عنها رغم ان سيادتك كنت استاذ متميز او ما زلت استاذ متميز للادب الانجليزي في جامعه القاهره، توليت مناصب مهمه منها مدير مركز اللغات والترجمه بالجامعه، اشتغلت مستشار ثقافي لمصر في تركيا واسست المركز الثقافي، كنت مدير ومؤسس واول مدير للمركز الثقافي المصري في تركيا، كنت ملحق الثقافي لمصر في امريكا، وايضا كنت مستشار ثقافي لاحدى الجامعات الامريكيه جامعه جورجيا على ما اعتقد، وكاتب واديب. يعني متخيل ده كله ما حققتش فيه نجاح يا دكتور؟ نعم، هو لسببين. اول واحد انه الحته الاخرانيه اللي سيادتك ذكرتها بتاعت التحقق ككاتب اللي انت قلتها دي، انا كنت احلم ان انا اعمل تراث مسرح لثقافتي وحضارتي، لان حضارتنا ناقصها المسرح، والمسرح ده فن عظيم جدا. السبب الثاني انه كل اللي عملته مانيش شايف فيه استمراريه، يعني مانيش شايف الايه
يبقى في بقاء بقى يعني يعني اجمل شيء انه اي حاجه تبنى عليها. الحضارات تعرف بالبناء عليها. يعني تميز حضاره ثانيه ان ما يبقاش النجاح عفوي او صدفه او يجي غلطه، لابد يستمر ولابد تبني عليه. الحضارات المحترمه بتمشي كده. فيعني عشان ما نخش في تفاصيل قد يفهم منها اشياء انا مش عاوزها توصل للمرحله دي، انما ما كانش في استمراريه في اللي اشتغلت في وورلو، ما كانش في الحلم الاصلي بتاعي اللي هو ان انا اكتب مسرح عربي عالمي. رغم ان انت اتعمل لك مسرح في امريكا. اتعمل يمكن الوحيد غير الامريكي اللي اتعمل له 3 مسرحات في امريكا. في مسرحيه منهم اتعملت مرتين في ولايتين مختلفتين، اللي هي اظن ذا لاست فيرو اللي هي الفرعون الاخير من عن اخناتون. هي اتعملت في واشنطن دي سي، مسرح الدستور الاول، وبعد كده راحت جورجيا اتلانتا برضو في اتعملت تاني لمره ثانيه. خدت بال حضرتك؟ ف يعني طبعا ودي طبعا كنت اتمنى انها برضو تعرض في بلدي. خدت بالك؟ الحاجات دي تتعرض في بلدي مش تعرض بره يعني. دكتور وجدي، انا اول مره شفت سيادتك في امريكا في واشنطن، لما سيادتك كنت الملحق الثقافي المصري في امريكا في السفاره المصريه هناك. انا حسيت ان انت لسه في كفر الشيخ، انك انت لسه في البيئه، يعني مش في امريكا ابدا. يعني البساطه، التلقائيه، اعتقد ما زلت حتى الان يعني. نعم. يعني ما تغيرتش رغم انك انت قضيت نص عمرك بره. هو السبب بسيط، هو ان انا شايف ان بداياتي اصلا احلى ما فيا. يعني احلى ما في اي انسان الاصول والجذور. فمش معقول اسيب الجذور علشان حاجات تافهه. فانا شايف انه انت تبقى انت. خدت بال حضرتك؟ بس في ناس كتير جدا مش شايفه ده، يعني مش حابه ده. مش حابه ده. والله انت بتحكم يعني مش حابه ان انا ابقى. لا لنفسها، مش ليك انت. لنفسها يعني. يعني هي مش عاوزه تظهر ليس كما هي اصلا في الاصل يعني. والله هي بص، شوف انا مش عاوز احكم على الناس، انما انا عاوز اتكلم على حته ان انت كشخص بتعمل اللي يريحك. خدت بالك؟ مره زميله في مش هذكر في انهي مكان يعني، وهي بتدرس اللغه الانجليزيه وحاجات من كده، وهي استاذه كبيره، فوجئت بيا بقول لها يا ام احمد. فانا طبعا فلاح وجاي من الريف. خدت بال حضرتك؟ وقد تستغرب ان انا في المكان اللي بتكلم فيه اللي خد الدكتوراه من بره في امريكا هو انا. والمفروض ان انا الوحيد اللي ابقى ارجع متفرج امريكاني وعامل مش عارف ايه. فبقول لها يا ام احمد، لا تتصور الخضه اللي حصلت لها، وظنت ان انا بسخر منها، وظنت انا واخدها على انها يعني في الريف عندنا لما تيجي تحترم السيده قوي تقول لها ام احمد. يعني ابنها الكبير. ابنها الكبير يعني انها حاجه عزيزه جدا. ما كنتش بحقر وكنت بتكلم جد. خدت بقى حضرتك؟ انا بقى يعني انا فعلا اعني ما اقول. طبعا احنا يبدو كمان مشكله انه حضارتنا لما تمشي في الشارع المصري تلاقي كل الدكاكين اجنبي، مكتوبه العناوين اجنبي، بتاع اجنبي، بتاع اجنبي، حدوته برضه. فاحنا شعب استغنينا كتير عن روحنا، وبعدنا كتير، ومتعلقين قوي بلغه الغالب زي ما قال ابن خلدون.